والكمبيوتر رغم كل التعقيد اللي بيحصل جواه إلا إن في الحقيقة ما بيفهمش غير لغة بسيطة جدا مكونة من واحد وصفر بس. الموضوع ببساطة إن أي رمز حرف أو رقم بتكتبه مثلا على الكيبورد ويتحول جوه الكمبيوتر لتسلسل معين من الوحيد والأصفار. العملية دي اسمها انكودينج أو الترميز، يعني تحويل المعلومة لصيغة الكمبيوتر يقدر يفهمها ويخزنها ويتعامل معاها. ونفس الفكرة بتحصل مع الصور. الصورة في الأساس عبارة عن مجموعة من البيكسلز، وكل بيكسل ليه مكان ولون معين. الكمبيوتر بيوصف كل نقطة من دول باستخدام برضو الوحايد والأصفار. طيب والصوت؟ الصوت في الأصل عبارة عن مجموعة من النغمات أو الذبذبات، وكل نغمة برضو بتتوصف بنفس الطريقة بمجموعة من الوحايد والأصفار. ولما يجي الوقت إن الكمبيوتر يعرض الكلام دوت تاني ويحوله لصورته الأساسية، سواء يعرض على الشاشة حروف أرقام أو صور، أو يخرج للسماعات الصوت، العملية دي بتتم بشكل عكسي واللي بنسميها الديكودينج أو فك الترميز.